السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج الكورة مع العشرة. أنا مش عارف أقول إيه ولا أبدأ منين ولا أتكلم على مين، على فريرا ولا اللعيبة. مش عارف بجد أتكلم على مين. أشيله النهاردة التعادل ولا يعني فريرا. إحنا كل مرة بنقول كل الدعم وهندعمك وواقفين في ظهرك، وعندنا ماتش جاي مهم جدا مع نادي بيراميدز في الدور قبل النهائي في كأس مصر. في كأس مصر، وعندنا بعده مباراة النادي الأهلي في الدوري المصري، ثم مباراة المحلة، ثم فيوتشر، ثم فاركو، ثم مباراة أفريقيا. حضرتك خسرتين من أسوان، متعادل لي مع الداخلية بالعافية، والنهاردة مع الاتحاد. فين مهاجمين نادي الزمالك؟ فين صناع لعب نادي الزمالك؟ فيريرا، احنا بنحبك وبندعمك ومش هنخسرك، وكل مرة بنقول احنا واقفين في ظهرك واحنا عارفين انت بتعمل ايه، بس مش للدرجة دي. نيمار بيلعب يمين، بلعبه شمال ليه؟ نيمار بيلعب يمين، بلعبه شمال ليه؟ ليه مقتنع بفكره ان انت اللي في دماغك عايز تعمله؟ ما اللي في دماغك ده غلط. اللي في دماغك خسرنا ماتش اسوان، واللي في دماغك خلانا نتعادل في الداخليه بالعافيه، واللي في دماغك ضيعنا منا النقط النهارده. يبقى اللي في دماغك هتخسرنا ماتش بيراميدز وطلعنا من الكاس، يبقى تمشي. يعني احنا بنقول كل الدعم بس مش للدرجه دي. احنا بندعمك واقفين في ظهرك. ماشي، انت عايز صفقات، يا ريت الاداره تخلص وتتصرف قبل ماتش النادي الاهلي. صعب ان انا اقول لك قبل ماتش بيراميدز اللي احنا نقول هنجيب صفقه تلعب. احنا عايزين مهاجم بالعربي كده، احنا عايزين مهاجم. بسم الله الرحمن الرحيم كده، ورقه وقلم. نادي الزمالك محتاج مهاجم، محتاج مهاجم يكون قوي. ولا في حد مصري نافع ولا في حد اجنبي نافع. الجزيري زفت، سامسون جاي من العتبه، مؤمن حسن اللي جبته ولا مش عارف اسمه ايه، يعني هو فين لعب لي مره ما اداش حلو، وبعد كده انت ركنته لي. مصطفى شلبي اللي النهارده تعب في الملعب، السيسي اللي مش عارف يعمل ايه. ماشي، عمال ياخد لي فاولات، وانا استفدت ما انت عمال تاخد لي فاولات، ولا بتعمل تمريره صح ولا بتعمل حاجه صح. وانا ملاحظ ان ملعب برج العرب الميه مرشوشه فيه كتيره، او في حاجه غلط، ولا اللعيبه اللي مش قادره ترفع الكوره، جزء التحكيم. ابراهيم نور الدين، الزمالك له ضربتين جزاء، واحده لسيف الدين الجزيري لما جت في ايد المدافع بتاع نادي الاتحاد، وواحده لمصطفى شلبي اللي هي بتاعت. انت حضرتك ما رجعتش للفار اصلا. انت كل شويه هنفضل نعمل كده ونسمع. يبقى ده مش فار بقى، يبقى ده مش فار، دي فضيحه مش فار. من النهايه كده دي فضيحه مش فار. ولكن انا مش علق على شماعتي على اقول كان ليا ضربه جزاء وكان في طرد وكان. انا ما جيتش، انا ماسك استحواذ في الملعب فقط لا غير، بنباصي لبعض. مفيش لاعب بيلعب اوفر حلو، ولو لاعب اوفر حلو ومفيش مهاجم بيستقبل. انا الجزيري بيستخبى له وسط المدافعين، وسامسون مش عارف بيعمل ايه. إيه يا جماعه، في ايه؟ بجد في ايه؟ نزلت لي يوسف اسامه نبيه ما عمليش حاجه، ما لعبتلوش من ليه مهاجم صريح. نيمار لما نزلته تنزله مكان عبد الشافي، طب هو نيمار اصلا بيلعب في مكان عبد الشافي؟ خلاص يعني. هو انت كل ماتش بتلعب ب 3 4 3، بقالك فتره معتمد على 4 3 3. ما الخطه دي انت مش عارف تكسب بيها، بتتعادل بالعافيه وبتخسر. ارجع تاني 3 4 3. الخطه دي كانت مظبوطه وكانت ماسكه نص ملعب كويس، وكنت بقدر اهاجم وكنت بقدر ادافع. الكواليتي بتاع اللعيبه بتاعي ماشي على الخطه ديت. ان نادي الزمالك محتاج لعيبه في كل مركز. انا محتاج مدافع قوي، محتاج نص ملعب قوي، او لو مش هستغنى عن نص الملعب انا محتاج مهاجم، ولاعب تحت المهاجم مكان اشرف بن شرقي. انا مصطفى شلبي مش مقتنع بيه. وزيزو انا هفضل كل ماتش معتمد على زيزو؟ طب افرض زيزو النهارده كان خد انذار، ما كانش هيلعب معايا ماتش النادي الاهلي وكنت خسرت مكانه. بجد انا مش عارف. انا اداره نادي الزمالك بتفكر ازاي؟ او فين لبن العصفور اللي انتوا بتوفروه للراجل؟ او الراجل هو اللي يعني بتعرضوا عليه صفقات احنا مش فاهمين. الجمهور مش فاهم انتوا بتعرضوا عليه صفقات هو بيرفضها ولا ايه؟ انا مش فاهم. يعني الوضع الحالي، حتى لو فيريرا رافض حد انا راح اجيب له اتنين مهاجمين وهم دول معاك في الخطه، هم دول معاك في التشكيله، العب بيهم. مفيش حاجه اسمها انا هدرب 20 لاعب ولا 23. هو عندك اتنين لعيبه هم مهاجمين، ومشي اتنين اللي مش عاجبين الكل، ولا سامسون ولا سيف الجزيري، مشيهم اخلص منهم. انا معترض على اللي بيحصل يعني. احنا مش هنتكلم من جهه الحكام. طب احنا نبقى كويسين في الملعب واتكلم على الحكام.
نبقى عندنا لعيبه عندها دم وبتلعب، ونتكلم على الحكام لو اخطأ. لكن احنا ما عندناش لعيبه عندها دم في الملعب. عندنا بعض اللعيبه في الملعب مش عايزه تلعب ومتكبره، يبقى تمشي بالسلامه. احنا داخلين والله على ماتشات صعبه، احنا عندنا ماتشات افريقيا، انت لسه عندك 6 ماتشات في دوري ابطال افريقيا. انت عندك الترجي والمريخ وشباب بلوزداد. لا حياه لمن تنادي. الزمالك لازم يتصرف ويجيب صفقه. يا عم فريرة، يا عم فريرة ارجع العب تاني 3-4-3. دي الخطة اللي مظبوطة على أشباه اللعيبة اللي موجودة في الملعب. النهارده الاتحاد السكندري كان ممكن لو عندهم وقت فزة كده كان جاب في الجون. احنا شفنا آخر 10 دقايق الاتحاد مسك كورة من أول الدقيقة 78، والاتحاد السكندري مسك عليه الكورة بشكل غريب. انت كل اللي عليك ان انت بتقطع وتباص بتتقطع منك، بتقطع وتباص تتقطع منك. محدش عارف يعمل اوفر. الفرق دي كلها ما في حدش فيهم عارف يعمل اوفر صح. هو انا كل ماتش هفضل مقتنع بحمزه المسلوسي؟ طب ليه ما لعبتش بنيمار مكانه وسبت يا عم عبد الشافي؟ يا عم خرجت عبد الشافي والعب الحته دي من غير، لا العب ناقص، العب ناقص في الحته دي. بجد يعني انتوا الواحد بجد والله ما هوش عارف يقول ايه ولا عارف يتكلم في ايه. الواحد اتجنن خلاص بجد، انتوا جننتونا وما احناش عارفين هنقف مع مين وندعم مين ونطبل لمين. بجد صعب. الزمالك في توقيت صعب كده. انا مش متبشر بماتش بيراميدز، ولا متبشر بماتش الاهلي، ولا متبشر بافريقيا، طول ما انا همشي بالنظام ده في ارضيه الملعب. بجد اتمنى قرار حاسم من مجلس اداره نادي الزمالك. اتمنى التدخل. لو في لاعب من فيريرا مش عايزه اجيبه غصب عنه من النهايه. ما انا مش عارف، انا مش شايف. انتوا امبارح قعدتوا خلاص جون ايبوكا جاي الزمالك، جاي الزمالك. طب احنا مستنيين النهارده انكم تعلقوا على جون ايبوكا عشان احنا محتاجين مهاجم لماتش بيراميدز، ويدخل التشكيله غصب عن فيريرا. لو فيريرا رافض يدخل التشكيله غصب عن فيريرا. ما انا عايز مهاجم، اعمل ايه؟ اروح اشتري مهاجم؟ روحوا دوروا على مهاجمين. ما هو فين؟ مش في مدير صفقات وفي